النهاردة مش جاي أحكي لكم معلومات تتقال وتتنسي. أنا جاي أحكي لكم عن حاجة لو بصيتوا لها هتفهموا إن الجمال ساعات بيجي في صورة هادية جدا، لدرجة إنها ممكن تخوفك من كتر ما هي مبهرة. حكايتي النهاردة عن كائن لو شفته مرة مش هتقدر تقنع نفسك إنه عادي. الحصان الذهبي أو الأخالة تيكي. الحكاية بتبدأ من زمان قوي، من أكتر من 3000 سنة، في أرض اسمها تركمانستان. أرض الصحراء فيها مش مجرد مكان، ده امتحان يومي للصبر وللشمس وللريح وللحياة نفسها. ومن وسط القسوة دي اتولدت سلالة خارجة تتحدى الطبيعة نفسها. ناس المنطقة ما كانوش بيشوفوه مجرد حصان، ده كان رمز وكنز، حاجة بيتحافظ عليها كأنها روح مش جسد. حتى اسمه نفسه جاي من المكان والناس اللي احتضنوه، مش صدفة ولا خيال. ولو قربنا شوية هنلاقي إن شكله مش شبه أي حصان تاني. جسمه رفيع ورقبته طويلة كأنها مرسومة، وعينه هادية فيها صمت غريب، وكأنه شايل حكايات أكتر ما بيحكي. وكل ما يمشي تحس إن الأرض مش هي اللي شايلاه، هو اللي بيعدي فوقها بخفة. لكن اللي يوقفك فعلا مش شكله، هو لحظة الشمس عليه. لمعة غريبة، مش دهان ومش فلتر ومش مبالغة، مجرد شعرة مختلفة في تكوينها تخلي الضوء لما يلمسه يرجع بشكل يخلي جسمه يبان كأنه قطعة من النور دافي، كأن الشمس كل مرة بتقابله تسلم عليه بطريقتها. ومع إنه شكله نادر ومختلف، إلا إنه مش ضعيف. ده حصان اتخلق في بيئة صعبة، حر قاسي وبرد شديد ومسافات طويلة، فبقى عنده قدرة غريبة على التحمل، كأنه متبرمج يعيش في أقصى الظروف ويكمل. ومع الوقت بقى ليه حكايات غريبة، ناس كتير كانت تشوفه وتقول ده مش طبيعي، ده مخلوق من مكان تاني. وفي الحقيقة هو مش من مكان تاني، هو من نفس الأرض. الأخالة تيكي معروف في العالم بأنه الحصان الرجل الواحد، يعني بيختار صاحب واحد بس في العمر كله يطيعه ويحبه، ومستحيل يخلي حد غريب بيركبه. السر في ده إن القبائل زمان كانوا بيعزلوا المهر الصغير في خيمة لوحده، محدش يأكله ولا يلمسه غير صاحبه. غيرته وحشة جدا، لو شاف صاحبه بيطبطب على حصان تاني أو مهتم بحيوان تاني بيزعل ويغير بوضوح. لحد النهاردة رئيس تركمانستان لما يحب يكرم رئيس دولة تانية ويديله أغلى هدية في البلد بيهديه حصان أخالة تيكي. وفي نهاية حكايتنا لازم نعرف إن السحر الحقيقي للحصان مش في لمعة شعره اللي تخطف العين تحت الشمس، السر الحقيقي في اللمعة اللي بيرميها في قلب الإنسان اللي بيحبه. الحصان ده بيعلمنا درس غالي قوي في العلاقات، هو مستعد يديك روحه وعمره وقوته الخارقة اللي هزم بيها الصحراء، بس بشرط واحد، إنك تديله قلبك وأمانك الأول. هو مراية للي جواك، لو عملته بحب واحترام هيبقى ليك سند ودهب وفي. وكأن الحدوتة بتقول لنا إن أغلى حاجة في الدنيا مش الدهب اللي بنمسكه في إيدينا، الدهب الحقيقي هو الوفاء، والروح اللي بتلاقي روح تفهمها وتحميها. ولو الحكاية عجبتك قولي في الكومنتات احكي يا نونا، ووعدكم أحكي لكم حكايات أغرب من الخيال، حكايات تخليكم تحسوا إن الدنيا لسه فيها أسرار ما اتقالتش، وجمال ما تشافش، ودهشة كل مرة بتبدأ من أول وجديد.